السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض عدس للغدا ان شاء الله. معايا كوبايه ونص من العدس الاصفر وبصلتين وجزر، كان في الفريزر، وحبين فصين من التوم مهروسين. لو انت عندك توم صحيح فصوص حطي. انا هنا هنزل بالعدس الاول، وبعديها يجي نص كيلو طماطم، ومعايا البصل والجزر والثوم. طبعا الشعرية نركنها دلوقتي، هنزل عليهم بمية، مش هحط ملح ولا اي حاجة دلوقتي. حبيب قلبي ما تنساش اللايك. اذكروا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. هنا خلاص زي ما انتوا شايفين، انا كنت سايباه يستوي براحته. هخليه يكمل سوا وهطفي عليه يبرد. انا كده طفيت عليه اهو، بس انا هنا مش هضربه وهو سخن، استنيت لما برد. هضربه بقى في الخلاط زي ما انتوا شايفين، بس مش هنعمه، هي ضربة او اتنين بس كده. فزي ما انتوا شايفين اهو يا حبايب قلبي، أكلة بسيطة ومش مكلفة. زي ما قلت لكم كده، حاجة مش مكلفة وكله موجود في البيت. يعني أنا كان عندي الطماطم في الفريزر، الجزر في الفريزر، الثوم مهروس وجاهز في الفريزر، طلعته وقلت حاجة كده بسيطة على الغدا. هنا حمر معاكم الشعرية زي ما انتوا شايفين كده، وعلى العين التانية ده على العدس، بس ما حطيتش لسه فيه أي بهارات أو أي ملح. هحمر الشعرية. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، انا كده احمر الشعريه وهنزل بيها. ده عدس ني في ني من غير تقليه. هنا هنزل بالشعريه زي ما انتوا شايفين، وهنزل عليها بمعلقه ملح ونص معلقه كزبره ناشفه مهروسه مطحونه يا حبايبي، ونص معلقه كمون. المعلقه دي اللي هي الصغيره بتاعت الشاي زي ما انتوا شفتوها كده. هنا كده انا بحاول اظبطه، لان الشعريه انا ما كنتش حاطاله، مش ضايفه اي ميه خالص. طبعا الشعريه هتاخد من الميه اللي انا حطاها دي، يعتبر هتكمل سوا بيها. واحنا مش هنسقي فيه، يعني احنا ممكن نعمله طري، بس احنا مش هنسقي فيه، احنا ده هناكله كده بالعيش، نغمزه كده بالعيش. دي يا حبايب قلبي ربع معلقه سكر، هتشوفوها في كل الاكل اللي انا بعمله كده. خلاص هسيبه يكمل سوا، يعني قلبتين كده للشعريه وخلاص، هو كده نزلته. وهنا زي ما انتوا شفتوا الولاد داخلين طالعين، فكنت بعمل لهم العيش بقى عشان ياكلوا يعني. بألف هنا. طبعا العدس مش هيحلى الا اذا كان جنبيه بصل، عليه ربع معلقه ملح وشويه ميه ومعلقتين خل. وده غدانا النهارده، يا رب يعجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. واللي محتاج اي حاجه او في اي حاجه يكتب لي في التعليقات. السلام عليكم.